من الأخطاء الشائعة في التدريس اللي لاحظتها في الفترة اللي فاتت في تدريب المعلمين. خطأ شائع قوي وهو letter S في الجمع. لو بنحط يعني نحول الكلمة من singular ل plural لجمع، فبنحط صوت like snake. تمام، الكلام ده صح ولكن مش صح قوي. ليه بقى؟ لأن هو في غلط فاحش اللي هو letter S في حالة الجمع ليه 3 أصوات: صوت س، صوت ز، وصوت از. هتقولي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ همشي بطريقتك. اللي انت بتقول ان احنا لما بنضيف للجمع اس فبنحط صوت س، فهنقول كات كاتس، حلو قوي. هات هاتس، حلو قوي. طب كار، هنقول كارس. بن بنز، احنا كده بننطق غلط، المفروض نقول كارز بنز. اوكي، طيب القاعدة بتقول ايه بقى؟ بتقول حاجة بسيطة جدا: لو كان الحرف الأخير في الكلمة قبل ما تضيف طبعا الجمع، لو كان الحرف الأخير في الكلمة voiced. يعني ايه voiced؟ يعني هنا هتحط هنا صوابعك، تمام، هتلاقي فيه اهتزاز في الأحبال الصوتية، ماشي، زي كلمة pen ن ن. تمام، في الحالة دي هنحط الصوت س ولا ز، انهي اللي فيه زنة او فيه vibration او voiced؟ الز، فهنقول pens cars. تمام، التانية بقى اللي هي unvoiced او voiceless sound، اللي هو صوت الهمس اللي هو مفيهوش اي vibration، زي مثلا cat ت ت. هل هنا مش هنلاقي فيه اي vibration او اي اهتزاز في الفوكال كوردز او في الاحبال الصوتية؟ هنقول cat ت ت ت. فهنختار انهي ساوند بقى؟ الهمس ولا زز اللي فيه vibration؟ هنختار الاس، فهنقول cat هات، وهكذا. امتى بقى اضيف صوت الاز؟ لو كان الكلمة دي بتنتهي باصوات like س او ز او اللي هي سي اتش ش او اس اتش اللي هي ش ساوند، وهكذا. فهنقول watch watches، dish dishes، وهكذا. thank you.